السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واصحابي واخواتي. كل سنة حضراتكم طيبين ودايما كده يا رب مجمعين على الخير وعلى السعادة وعلى الهنا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا النهاردة جايبه لكم بقى حلويات العيد، هنغسلها مع بعض كده ونوضبها ونظبطها بطريقة حلوة جدا. انا بغسل الحلويات بتاعتي ازاي؟ اول حاجة كده بجيب شوية دقيق واجيب ملح واجيب طحينة. الطحينة يا جماعة بتخلي الحاجة زي الفل في منتهى الجمال. وبعصر عليهم كده عصرة ليمون وابدأ اغسل الحاجات بتاعتي. هبدأ اول حاجة كده الممبار بتاعي. انا اصلا كده كده جايبة الممبار والكرشة والحاجات دي كلها متنضفة، بس ده طبعا انا لازم اغسلهم وانقعهم كويس. بمسك الممبار كده اغسله كويس حلو قوي كده زي ما انتم شايفينه كده، وادخل المية جواه، هم قلبينه طبعا ومنضفينه ومش مخلين لي فيه اي حاجة. بصراحة كان زي الفل. متنسوش بقى حبايب قلبي كده تعملوا لايك للفيديو، بقول لكم وحشتوني، كل سنة حضراتكم طيبين. ببدأ كده بقى بعد ما غسلت الممبار حلو كده ابدأ ان انا احطه في الخلطة بتاعتي ديت. الخلطة دي نقول تاني دقيق وطحينة. ماشي يا جماعة. دقيق وطحينة وملح وليمون. جربوا الطحينة يا جماعة، حلوة جدا جدا جدا. وكل سنة وحضراتكم طيبين. انا عارفة ان احنا كلنا عندنا حلويات العيد وكلنا بنبقى عايزين نغسلها، وبنعاني دايما ان يبقى فيه ريحة زفارة جامدة جدا. جربوا الطريقة دي حلوة قوي. تاني حاجة كده هغسلها معاكم الكرشة. بصوا مديني الكرشة فلة ازاي، عشان الناس اللي ما بتحبش تجيب الكرشة او الحاجات دي عشان تنظفها. لا، هما دلوقتي في ناس متخصصة الحاجات دي بتنظفها وبتجيبها لك زي الفل. انت بتبداي بقى ايه؟ انك انت بقى تشطفيها حلو كويس مره واتنين وتلاته تحت الحنفيه كده والميه شغاله. وبعد كده تنقعيها النقعه اللي بقول لكم عليها ديت، اللي هو الدقيق والليمون والطحينه. عايزه اقول لكم يا جماعه شويه الطحينه دول بجد ما بيخلوش زفاره في اي حاجه خالص. جربي الطحينه على اي حاجه انت بتعمليها مش هتخلي فيه اي زفاره. دلوقتي حطيت الدقيق قدامكم اهوت وحبه الملح وعصير الليمونه وكمان حبه الطحينه. انا بجيب بقى، تقولوا الطحينه غاليه، في طحينه يا جماعه بتتباع في السرجه بتبقى رخيصه جدا زي ما انتم شايفينها. انا جايباها من الكيس وبدلقها من الكيس عشان اوريها لكم. انا بجيب الطحينه لما بكون جايبه الحاجات دي، بجيب ب10 جنيه طحينه كده في كيس، ابدا اغسل بيه الحاجات بتاعتي كلها. بتخلي لي الحاجه زي الفل، ولا زفاره ولا اي حاجه. حتى اما تسوي الحاجه مش هتلاقي فيه ريحه زفاره تضايقك ولا الكلام ده كله. دي بقى تاني حاجه معانا هنا، او تالت حاجه بقى. احنا عملنا الكرشه والممبار، دي الفشه. يعني بقول لكم يا جماعه بقى عيد كبير وحلويات كده، وكل سنه وحضراتكم طيبين. امسك بقى الفشه دي اغسلها. هو الراجل بقى الفشه دي ما بيعمليش فيها حاجه، هو بيقطعها وبيداني كده. وببدا انا اللي في البيت ايه اغسلها وانضفها واوضبها بقى. الفشه ومعاها الزور اللي هي بتبقى القراقيش ديت. لو حد فيكم ما يعرفش يعني ايه الزور، اللي هو ده بتبقى حتت قراقيش كده. ابدا ان انا اغسلها حلو قوي كده. هي بصوا يا جماعه هي بتبقى منفوشه كده، يعني مش جايبه كميه كبيره. هي منفوشه كده لان هي بتبقى كده، لكن لما بتقطع وبتعمل كده بتخس خالص بتبقى صغيره. ابدا ان انا اغسلها بقى مره واتنين تلاته، لان بيبقى فيها حتت كده، فيها حتت دم كده، فلازم يا جماعه نراعي ان احنا نغسلها حلو قوي. ولو فيها اي حاجه بنشيلها، او اي زوايد بنشيلها، او اي حاجه احنا مش محتاجينها، او انت شايفه ان هي شكلها غريب تشيليها. تمام. الفيديو ده انا عاملاه مش عشان اعرفك ازاي تغسلي حاجه، اعرفك ازاي تنقعيها، ازاي تتخلصي من ريحه الزفاره اللي بتضايقنا كلنا. هبدا دلوقتي امسك الفشه بتاعتي كده اقطعها حتت كده زي ما انتم شايفين معايا. انا بجري الفيديو يا جماعه لان الفيديو كان كبير جدا، عشان ما اطولش عليكم وتزهقوا مني. ماشي. كل سنه وحضراتكم طيبين حبايب قلبي. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه، حلو الكلام، كلام جميل. بصوا بكده بقى انا بقطع الفشه اللي انا جايباها كلها هي كده زي ما انتم شايفينها كده، وبغسلها تاني. يعني بغسلها الحلوة قوي قوي مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده ببدأ ان انا اقطعها واغسلها تاني. وبرضه هعمل لها نفس الحكاية ان انا انقعها. حبايب قلبي الطحينة دي يا جماعة طلعت سحر واختراع بجد. لو انتوا عايزين اي حاجة ما يبقاش فيها زفارة عندكم، او اي حاجة بتعانوا من زفارة، هتغسلي سمك، هتغسلي فراخ، هتغسلي كرشة، هتغسلي ممبار، اي حاجة تتخيليها بتعمل زفارة اغسليها بالطحينة. مش هتلاقي فيها اي زفارة خالص. وديت يا جماعة بقى دوت تكة من التكات اللي انا بقول لكم عليها، او تركة من التركات بتوعي. الطحينة حلوة جدا. بصوا بقول لكم بحط طحينة اهي برضو، الدقيق والملح والليمون والطحينة. دقيق وملح وليمون وطحينة حلوة جدا جدا بجد، هتشكروني قوي والله. لما تيجوا بقى تعملوا السمك تروح حاطين الدقيق والملح والطحينه والليمون، وتدوبوهم في ميه وتروحوا نقعين السمك. ده محلول النقع اللي كنت دايما بقول لكم عليه، برضو بغسل بيه الحاجات ديت. حلو جدا جدا. هنيجي بقى كده يا جماعه اخر حاجه الكينج. انتوا طبعا عرفتوا يعني ايه الكينج. اللي قدامكم دي ايه؟ دي كوارع. الراجل برضو بينضفها وبيقطعها لي كده حتت صغيره. بجد كان مخليه الحاجه كلها زي الفل بصراحه. تسلم ايده بجد. هبدا كده ان انا امسك الكوارع بتاعتي اغسلها، ولو شايفه في حته كبيره قوي ممكن اقسمها. بصوا هو مقطعها لي ازاي، فمش محتاجه ان انا اقطع فيها حاجه تاني يعني. هو ما سابليش فيها حته
كبيره، اللي هي الحته اللي بتبقى ايه رفيعه بتاعه اللي هي بتبقى عظمه طويله كده، هي دي بس اللي سابها. لكن بقيتها كلها بيقطعها حتت حتت كده. بصراحه يا جماعه كانت حلوه جدا جدا جدا، وغسلها وبطريقه سهله جدا. برضو هنعمل برضو محلول النقع بتاعنا اللي احنا بنغسل فيه اي حاجه. برضو هغسل الكوارع بنفس الطريقه. ابدا بس كده ايه، امشي عليها بالسكينه بسرعه كده. لقيت فيها حاجه اطلعها بالسكينه. عايزه فيها حاجه زياده عايزه تنضف بنضفها. برضو انتوا عارفين الحاجات دي كلها. حطيت برضو الدقيق والملح والطحينه والليمون. بصوا ببدا بقى اغسل، ادعك كل حته فيها حلوه قوي ازاي. ادخل الخليط بتاعي ده في كل حته فيها. بصوا شايفين انا بعملها ازاي يا جماعه. بجد يا جماعه كانت بجد بجد ولا كأن في كوارع ولا كأن في كرشه. ريحه الكرشه اللي بتبقى وحشه والناس تقول ده مجرد ما بتستوي بتبقى ريحتها وحشه وبتعمل ريحه وحشه وهي بتستوي، ابدا ولا اي حاجه ولا الهوا. بصوا كده ابدا ان انا حاجتي كلها خلصتها قدامكم، الكرشه والممبار والكوارع والفشه. ابدا اركنهم على جنب كده واسيبهم ايه مع نفسهم بقى يتنقعوا. اغسل بقى الحاجات اللي ايه اللي حواليا اللي انا وسختها ديت. سبتها تتنقع كده يا جماعه، سبتها حوالي ساعه ونص. ماشي كده، سبتها في النقعه دي ساعه ونص. لو الجو حر طبعا حاولي تحطي الحاجات دي وهي زي ما هي كده في التلاجة. بعد بقى ما خلصت كده ابدا ان انا اغسل الحاجه بتاعتي كده. انا غسلت اهوت الحاجه اللي قدامكم دي. الفش انا غسلتها وغسلت الكرشه وبغسل الممبار اخر حاجه قدامكم اهي. تمام. يعني ايه، انا حاولت ان انا اختصر في الفيديو لانه كان كبير جدا عشان ما اطولش على حضراتكم طبعا. بدات كده اغسل الممبار بتاعي اهوت، هم قلبينهولي. انا بغسله حلو جدا وبرجع اقلبه تاني الناحيه التانية. لان في ناس بتقولك انا بحب احشيه زي ما هو كده. غلط يا جماعه. الدهون اللي بتبقى ناحيه جوه دي احنا لما بنسلقها بتطلع بره. ماشي. فدي بتبقى كويسه. لكن في ناس بتحب ان هي تعمل الممبار تحشي تخلي الدهون لجوه. ده غلط يا جماعه. الدهون دي ما بتبقاش حلوه ابدا، وتلاقي الممبار حمى وبيبقى طعمه مش حلو. فانا برجع ان انا ارجعه تاني. ماشي. واخلي الدهون دي هي اللي بره. فانا كده غسلته حلو قوي اهوت كده، وبرجع الدهون تانية لبره. ولو في اي حاجه تاني بنضفها. بس بصراحه بصراحه بامانه ربنا كان مديني الحاجه زي الفل. اتمنى كده يا جماعه بقى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، واتمنى اكون عند حسن ظنكم. وبصراحه يا جماعه هي كانت توريطه، وبجد اتورطت توريطه جامده قوي في الموضوع دوت. لاني تعبت جدا على ما عملت ان بجري لكم الفيديو كده. انا تعبت جدا وقفت على الحوض كتير بالرغم ان الحاجه هو جايبها لي متنضفه. لكن تعبت جدا جدا في غسيلها والله يا جماعه. يعني في ناس بتفتكر ان انا بسرع الفيديو هو ده وقت الفيديو. لا يا جماعه انا تعبت فيه قوي والله. بص بوريكم الممبار انا غسلته اهوت، وبوريكم الكرشه، وبوريكم الحاجه زي الفل. هبدا ان انا اغسل الكوارع الاخرى بتاعتي وايه وانضفها. تعبت جدا جدا يا جماعه والله على ما خلصت الحاجات دي ونقعتها، ورحت عملت حاجه تاني ورجعت عملتهم هما تاني. بجد كان ظهري زي ما بيقولوا اتقطم. تعبت جدا والله. ادي الكرشه والممبار والكوارع اهيت والفشه، الحاجه كلها اتغسلت بقت زي الفل. هبدا ان انا اجيب اكياس كده بقى واعبيها. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واقول لكم كل سنه حضراتكم طيبين وعيد سعيد. كنت اقول لكم رمضان كريم وعيد سعيد. وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب، ويجعلها يا رب كده ايام سعيده علينا كلنا. واقول لكم حبايبي اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.